السلام عليكم يا أحلى متابعين. اليوم موضوعنا مولع، دراما قوية بين الشامي وبيسان إسماعيل. كل شيء بدأ بستوري غامضة على الإنستغرام، وانطلقت ردود الفعل على جميع المنصات، والآن أصبح الجمهور كله متابع بشغف لمعرفة ما سيحدث. في هذا الفيديو سنكتشف كل التفاصيل ونحلل الرسائل الستوري ونتابع ردود الفعل ونعطي رأينا الشخصي في هذا الوضع. الدراما بدأت بستوري نشرها الشامي، صورة لعلبة نسكافيه 3 في 1 بدون أي تعليق. البعض ظن أنها مجرد صورة عادية، لكن متابعين ربطوها مباشرة بالأغنية الجديدة التي جمعت بين بيسان إسماعيل، أمجد جمعة وفؤاد جنيد. الرقم 3 أصبح محور التكهنات. هل يقصد الشامي عدد الفنانين أم يلمح لشيء آخر؟ التوقيت جعل الرسالة أقوى، خاصة بعد أحداث سابقة بينه وبين بيسان. إسماعيل لم تترك الموضوع يمر مرور الكرام، نزلت ستوري وهي تشرب نسكافيه وقالت شوية مراوح. هذا الرد أظهر جرأتها وثقتها بنفسها، وكأنها تقول إذ أنت تحاول تلمح أنا أتكلم بطريقتي. الجمهور أحب الرد لأنه كان هادئ ساخر ومباشر بنفس الوقت. بعد نشر السطوريين الجمهور انقسم إلى فريقين. فريق رأى أن بيسان ردت بأسلوب ذكي وأنيق وأظهرت شخصيتها القوية، وفريق آخر اعتبر أن الشامي كان يستهدف الأغنية الجديدة بطريقة نقدية. أن الرد زاد التوتر. الصفحات المشهورة بدأت تنشر وتحلل كل كلمة، وأصبح الموضوع ترند على تيك توك، إنستغرام واليوتيوب. الناس تناقش الرسائل، الإيموجي، وحتى توقيت نشر ستوري. كل شيء أصبح مادة تحليلية للجمهور. الأغنية الجديدة جمعت بين بيسان إسماعيل، أمجد جمعة وفؤاد جنيد. التعاون بين ثلاثة كان متوقعا وجذب اهتمام الجمهور، لكن وجود 3 فنانين في عمل واحد جعل الرسائل الرمزية مثل 3 في 1 أكثر وضوحا وتأثيرا. البعض رأى أن ستوري الشامي تلمح بشكل ساخر إلى التعاون، والبعض الآخر اعتبرها مجرد تعليق عابر، لكن التوقيت أعطاها وزن كبير. لو جمعنا كل أحداث ستوري الشامي ورد بيسان وردود الفعل والانقسام بين الجمهور، يبدو أن العلاقة بين الشامي وبيسان أصبحت علنية بالكامل. السؤال الآن، هل ستستمر الحرب الرمزية على ستوري أم سيحدث مصالحة لاحقة؟ الأمر يعتمد على الخطوة القادمة من أي طرف، والجمهور الآن جزء من الحدث بمتابعة كل التفاصيل. فما رأيكم أنتم؟ هل ستوري نسكافيه كان هجوم على الأغنية أم مجرد مزحة؟ وهل رد بيسان أظهر ذكاء وحكمة أم زاد النار؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد عن هذه الدراما أول بأول.